السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا كلنا شفنا الحادثة بتاعت الشاب اللي كان بيدافع عن اخته واللي جراله، وانا يعني ايه، انا قلتها مرة واثنين وثلاثة وعشرة ومية الف، وهفضل اقولها في اي موضوع مشابه للموضوع ده، ان الجرائم المتعلقة بالبلطجة والاجرام وترويع المواطنين لازم يكون لها حلول جذرية ناهية قاطعة، ما يبقاش بعدها كلام. يعني ايه؟ يعني انا، وده مش اول مرة اقوله، لو انا مسؤول ودي جريمة حصلت وانا شفت اللي انا شفته ده، انا العيال دي هاخدهم وهحاكمهم محاكمة عسكرية، ولو ما اديتهمش اعدام هديهم مؤبد. ليه؟ علشان يبقوا عبرة، عشان احقق الردع، لانه للاسف الردع ما بيتحققش. يعني انت بتاخد العيل منهم تديله 7 سنين 10 سنين، وفي ده بيبقى حكم اول درجة لسه في استئناف، الردع ما بيتحققش. انما لو العيل من دول عارف ان هو هيتمسك يتسجع له 25 سنة، مش هيعملها، والله العظيم ما هيعملها، والله ما هيعملها. ليه؟ لان 25 سنة كتير. سواء ستات منيلة، لان 25 سنة كتير، فهو مش هيعملها. لو هو يتسجع له 25 سنة مش هيعملها، لو هو ياخد اشغال شقة مؤبدة مش هيعملها. فلازم الردع يتحقق. ده بقى في ايد مين؟ في ايد الجماعة بتوع موافقة. الجماعة بقى بتوع موافقة ده في ايديهم، وطبعا في ايد الحكومة، لان الحكومة تطرح مشروع قانون، او هم يقترحوا تعديل تشريعي عادي. يعني بدل دي حاجه مهمه وهتمس المواطن وهتفرق معانا، وهنقول ايوه فعلا، لا الناس دي، بمناسبه كمان احنا داخلين على انتخابات، لا الناس دي لها قيمه، والناس دي فعلا يعني مهمه، وبيقدموا خدمات جليله للمجتمع مش للسلطه يعني، او الدوله الحاكمه يعني. ف يعني يا ريت تدعم، لو انت موافقني يا ريت تدعم وجهه النظر دي باللايك طبعا والشير، لعل وعسى حد يستمع الينا يعني ويحصل حاجه مختلفه.